الميطون الثاني لعبوا بالكدا، اما الاول حسيتهم ما لعبوش. خسارة خسرنا، ما مثل ان شاء الله في فرنسا. فرنسا صعيبة، ما ان شاء الله يخسروا الاخرين باش نترشح نحن. المرة الجاية اطلع شوية مع الجمهور، اسمع العباد وشوف الكورة، نفهموا شوية كورة لا. ومن بعد اعمل شونجموناتك، فهمتني؟ خاطر اليوم اذا كان فما شكون خسرنا في الطرح بصراحة راهو الانترونور. شوية منهم هما زادت تبارك الله، يعني كل توش بساعة، كل فوت بساعة، اللي يطيح يزفر له. ايش باش نقول لك؟ احلى الكرتونات موجودين هو في شيرتهم كأنه خلاهم في الفيستير، فهمتني؟ مي هكا هو احنا صعبنا على رواحنا من الاول، جاونا زوز فرص ما حطيناهمش في الكاج، مالغري جانا فرص اخرين كيف تفلسفنا ياسر. ضيعوا حلم الترشح. لا الترشح صعيب ياسر، انساه الترشح، لانه انت كنت متوقع انك المقابله هذه هي اللي باش تبني عليها الترشح نتاعك، انت ضيعتها من يدك خلاص. يعني انت باش تربح فرنسا، باش تربح مبابي، ما انا استراليا ما نسمعش بها، انا نعرفها كان في الخريطه وخسرت معاه، فهمتني؟ فما بالك باش تلعب كونتر فرنسا، فهارد لك تونس الله غالب. والله ما لعبش اليوم المنتخب الحقيقه نتاع ربي، معناتها لي ديزاريو من الاول ما مشاوش، علي العبدي بعد ريكيبيرا دراجر ضايع برشا. جا القاضي ضايع، لعب 3 في اللاكس وبعد يرجع يلعب 2 في اللاكس وما كانش ثابت روحه. ما عادش ساعات نحس يعني استراليا بوتيتر عطيناها قيمه اكثر من. والله كانت مواجهة سهلة وإن شاء الله مربوحة. المباراة القادمة إن شاء الله المنتخب التونسي يقدم مباراة أجمل وأجمل، وإن شاء الله نخرج نقدم مستوى يليق بالمنتخب التونسي. ذيك القدرات ما فما حاجة ما مشيتش وكل شيء، إن شاء الله ربي يسهل في ماتش فرنسا يعملوش حاجة. الأولاد عملوا اللي عليهم وكل شيء، لكن نقصى حاجه شويه، ان شاء الله في الاخر ينصرنا ربي وكهو. ان شاء الله ماتش فرنسا يعملوش حاجه وكهو هذاك.